ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي الحاجات اللي وعدتكم اوريها لكم امبارح، مشتريات التوربيني. دي المشتريات اللي جبناها من التوربيني. زي ما انتم شايفين كده، هي ما كانتش حاجات كتير، بس ما كناش قادرين من الزحمه، والموضوع كان صعب جدا جدا جدا. آه المشوار كان صعب، مش مسافه بس كان صعب في المكان نفسه. يعني الموضوع ما كانش لذيذ ولا ظريف. احنا بجد بجد تعبنا جدا، وكانت بهدلة للناس كلها ومعاملة صعبة. آه، بصراحة الناس هي أفورت، وهم ما كانوش عارفين يعملوا ايه. بس عدت على خير الحمد لله. بس كانت الطوابير وحشة جدا جدا، ما كانش فيه نظام، ما كانش فيه التزام جوه، ما فيش التزام بره. الناس اللي واقفين على الباب حرفيا الناس تعبت جدا جدا جدا. بس يعني الامن تعبوا واحنا تعبنا، بس هنقول ايه بقى، الحمد لله. والحمد لله احنا تعبنا، بس الحمد لله اليوم عدى على خير. طلعنا بقى فوق، او دخلنا بعد المعجزة، بعد معجزة حرفيا. ناس كانت بتزق بعض بطريقة همجية جدا جدا جدا، ناس كتير تعبت. انا من الناس اللي تعبوا. حسيت ان انا ضغطي باظ، وحسيت بألم عند صدري كده، عند قلبي، وكنت تعبانة جدا جدا من الزحمة. اختي تعبت في الزحمة، وبعدنا عن بعض، وقعدنا نحاول ونحارب لحد ما وصلنا. وكانت المشكلة الأكبر بقى إن لما قرروا ينظموا، قالوا إن الرجالة هتدخل لوحدها، وبعد كده الستات هتدخل لوحدها. ودي كانت مشكلة ليه؟ لأن إحنا مثلا، يعني أنا رايحة أنا وجوزي وأختي مثلا، في ناس تانية رايحة هي وجوزها وبناتها بتجهزوا، بتجيب لبناتها جهاز وحاجات. فطبعا بقى الأب يدخل، والبنت والام بره مش عارفين، محدش عارف يدخل. بالساعات، الموضوع ده حرفيا بالساعات. يعني انا واحده من الناس نزلت بعد العصر. احنا نزلنا بعد العصر مباشره، رجعنا البيت الساعه واحدة بالليل. يعني الموضوع كان صعب فوق كلمه صعب. كان في مشاكل، كان في خناقات، كان في عدم نظام. الناس اخدت حاجات كتير قوي. كانت بياخدوا البساكت بتاعت ايكيا دي، بياخدوها ويعبوا فيها زي الترولي، لان الناس من الزحمه بره ما كانتش عارفه تدخل لوحدها عشان تدخل وتاخد ترولي معاها. فحرفيا كل اللي كان بيحاسب كان جنب الكاشير كميه حاجات. هي المفروض انها مرتجعات، بس هي مش مرتجعات، دي الحاجات اللي الناس استخدمتها ورمتها. وبصراحة الموضوع كان صعب جدا جدا جدا، من الإدارة، من الناس، الناس اللي بتبيع. وكان في بقى مشكلة أكبر وأكبر، مش كل الحاجة كانت متسعرة وعليها باركود. كان في حاجات جينا نشتريها فقالوا لنا لأ، قالوا لنا لا مش هينفع عشان دي لسه ما اتسعرتش. فطبعا سيبنا حاجات كتير. طيب تعالي على الكاشير بقى، في حاجات الناس خدتها ونزلت على الكاشير تحاسب. فحاجات معينة، يعني سمك بالذات، الحاجات بتاعته كانت اسعارها مختلفة على الكاشير. يعني حاجات كانت بضعف ثمنها، حاجات كانت العرض كان نص الثمن. فلما نزلوا على الكاشير، في ناس واحدة خدتها بنص الثمن، وواحدة خدتها بالثمن كامل. فكان في لخبطة، وناس رجعت حاجات كتير، وكان في ضغط رهيب جدا، والناس كانت بتتخانق مع بعض بطريقة هستيرية، هستيرية حرفيا. وبدل ما الناس تفرح واللي جايبه جهاز عروسه بتزغرط وبتعمل يعني اجواء انبساط، وطبعا مشتريات جديده وعرايس والكلام ده، لا احنا كنا بنسمع صريخ ناس بتشد في بعض، ناس بتتخانق مع بعض، الستات بتتخانق مع بعض، الرجاله بتتخانق مع بعض. فكان الموضوع مأساوي. وانا قررت ان اي محل هيفتح انا مش هنزل في الافتتاح، حتى لو الخصم معمول في الافتتاح، بس حتى لو العروض هي ايه وانا محتاجاها قد ايه،
حتى لو هشتريها غالية. انا قررت ان انا اشتريها غالية وما انزلش في افتتاح اي محل ابدا، والحمد لله اليوم عدى على خير، وبرضو اخر اليوم انبسطنا بالحاجات اللي اشتريناها. الاسعار حلوة، الاسعار حلوة جدا جدا جدا، عشان الناس اللي بتخرج وتقول لا مفيش عروض، مفيش خصومات، مفيش أسعار. لا لا لا، كل الكلام ده كده. الاسعار حلوة جدا جدا جدا. هقول لكم بقى الاسعار والحاجات زي ما احنا متعودين. هناخد حاجة حاجة ونقول احنا جبناها بكام. اول حاجة انا جبت المسن ده، انا مش عارفة هو حلو ولا وحش، بس انا جوزي قال لي يعني جربيه، يعني المسن ده هيبقى حلو فشكله كويس، جربيه. المسن ده ب25 جنيه، ب25 جنيه. طيب عليه خصم عليه خصم 20%. كل حاجة هناك عليها خصم 20%. تمام. ده المسن ولسه فاتحاه، مش عارفة حلو ولا لا، هجربه. اللي يعرف حلو يقول، لا انا مش عارفة اجربه ازاي اصلا كمان. طيب دي ده المكيال بتاع العجين، مكيال الحلويات، مكيال الحاجات دي. طيب الحاجات دي ده هو مكتوب عليه 46 جنيه. مكتوب 46، وعليه خصم 20%، يعني تقريبا كان بحاجة و30 جنيه. ده قالب توست، قالب كيك، زي ما هنعمل فيه اللي هيجي نصيبه هنعمله. احنا ممكن نجرب التوست مرة ونعمل فيه الكيك بعد كده، هيبقى هو من نصيبه الأكبر، يعني الكيك اللي هيبقى يتعمل كتير. تمام. ده كان عامل 105. قالب الكيك السيليكون أو قالب التوست السيليكون عامل 105 بعد خصم 20%، تقريبا 85 حاجة و80 تقريبا يعني، او 90، يعني هو في الحدود دي. بس حاجة يعني ممتازة بصراحة، يعني خامات حلوة جدا، حلوة يعني، الخامات ممتازة، يعني مش هنقدر ننكر، حاجات كلها كويسة جدا جدا ونظيفة. حاجات هنلاقي حاجات خامات أصلية، الخامات بتاعتها من إيطاليا مثلا، ومتصنعة في الصين. الكلام ده كله، هي الأهم إن المصدر كل الحاجة دي جاية من الصين، خاماتها بقى بتبقى جاية من بلاد تانية ومتجمعة في الصين. احنا عارفين ان الصين بتاخد توكيلات معظم الحاجات اللي في حياتنا، يعني حياتنا كلها راحت الصين، اتجمعت ورجعت تاني. تمام. طقم ايكيا، هو ده بصراحة كان مفاجأة. ليه بقى مفاجأة؟ لان انا عارفة ان طقم ايكيا كان غالي، كان غالي شوية، يعني هو ما كانش غالي قوي بس غالي شوية، ودلوقتي بقى غالي قوي. يعني ده اللي سمعته مؤخرا، لان بقى لي فترة طويلة جدا ما رحتش ايكيا، ما دخلتش هناك بقالي زمن. هو طقم ايكيا، يعني هو ده، دي بطرمانات ايكيا، تمام زي الفل هي، ونفس الموضوع ونفس الماتيريال وكل حاجة. بس انا حاسة ان الغطيان دي لا، اخف شويتين من بتاعة ايكيا. الازاز مش هي نفس الخامة، بس حلو 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 جدا، حلو جدا وعملي كمان عشان تبقوا فاهمين. عايزه اقول لكم كميات كبيره من اللطقم دي اتدغدغت حرفيا، برضو عشان ما كانش فيه خدمه كويسه. الخدمه هي اللي بتفرق في المكان، الخدمه هي اللي بتحافظ على المنتجات وعلى المحل. يعني نصيحه لاصحاب المحلات، ما تجيبش اطفال في اجازه المدارس توقفهم على حاجات بمبالغ، او حاجات انت خايف تبوظ وتبقى خساره. لا حرام، مش هنستفيد حاجه لما 3/4 الحاجه تتكسر، حتى لو اللي واقف، حتى لو زي ما كانوا بيقولوا ان اللي هيكسر حاجه يدفع ثمنها، دي برضو خسائر عشان ما تخسرش الزباين. تمام. دول بقى دي المفاجاه بقى، دي هي كانت مفاجاه، وبصراحه يعني سعر قصاد خدمه هو ممتاز ممتاز ممتاز. ده ب55 جنيه. فكنا بنتكلم طب ده داخل في الخصم 20%. ردت واحدة قالت
هو ب55 جنيه، يعني دخل في ال20%. خرج منها هيبقى بكام يعني تاني؟ وفعلا دي حقيقة، ورخيص جدا جدا يعني بصراحة، مش بفلوس. 55 جنيه طقم توابل مش بفلوس. تمام. جبنا المجات دي. المجات دي جميلة جدا ولذيذة. دي كوباية، دي كوباية عصير بقى، كوباية مية، زي ما تيجي. ولو هتتقدم مع المج هتبقى كوباية مية. المج ده غطا سيليكون. الغطا ده سيليكون جميل جدا جدا. هو مناسب للحرارة، يعني انا متهيألي حلو، بس ما اعتقدش هيحتفظ بالحرارة مدة طويلة. ماشي، بس حلو جدا جدا وقيم جدا. جميل للبنات يعني، بس دي مش معلقة، معلقة الزنقات يعني، لو احنا خارجين هقلب بيها. حلو، والماتيريال بتاعتها حلوة جدا يعني. المعلقة دي لو كبيرة شوية كده تبقى واو. اوكي. طيب، هي تنفع بقى مع الشاي الاخضر والسكر الدايت والكلام ده، بس جميلة جدا بصراحة يعني، عجباني قوي. طيب، سيبنا بقى من الغطا والكلام ده كله. كوباية حلوة، ازازها حلو، خفيفة ولذيذة ولذيذة، شكلها جميل قوي. تمام. سيبنا بقى من المج والكوباية والغطا والكلام ده. المج بقى، المج حلو وشيك ولذيذ، ومش كبير قوي. انتوا عارفين انا بتعقد من المجات الكبيرة قوي. لذيذ. انا عاجبني جدا 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 بصراحة يعني. سعره ودي اهم حاجة في الموضوع. سعره كام؟ المج ده مكتوب عليه 130 او 135. 123. انا جبت الاتنين بعد الخصم، ب100 حاجة و90 جنيه، يعني حاجة و80 الواحد بعد الخصم، فتحفة. 100 حاجة و90 جنيه الاتنين. 100 حاجة و90 جنيه، يعني 95 تقريبا الواحد، تقريبا حاجة و90 جنيه يعني. حلو جدا على سعره. حلو جدا، جميل بصراحة. طيب، ايه تاني؟ المعالق دي ماتيريال بتاعتها حلو. هي عجبتني قوي. هي معلهاش سعر. وانا مش فاكرة الفاتورة كان مكتوب فيها كام، بس اللي انا فهمته اني المعالق دي كانت ب140 تقريبا، ب140، وبعد الخصم هتبقى ب110 حاجة زي كده يعني، تقريبا يعني بعد الخصم 20%. الستانلس بتاعها حلو مطبوع عليها. هي 18 على 8 مش على 10. الستانلس بتاعها هي مش بتلمع قوي زي الستانلس العادي، عشان هي 18 على 8، بس تحفة. الماتيريال بتاعها حلوة. المعلقة تقيلة مش خفيفة. الحلية دي تقريبا بلاستيك، عشان هي خفيفة جدا جدا بتلق. بس الايد الخشب حلوة ومتينة ونظيفة جدا جدا. والمعلقة نفسها قيمة وصغيرة. حجم الدوران بتاع ده اللي خلاني جبتها، لان هنا المعلق حجم المعلقة نفسه كبير قوي. مطبوع عليها من ورا اسم المنتج تقريبا، او اسم المصنع بتاعها. حلوة جدا جدا ولذيذة قوي، لذيذة يعني. قيمة تقيلة كمان، تقيلة وحلوة. طيب، نيجي عند المعالق الخشب. جميلة خفيفة ولذيذة. انا شايفة ان خفيفة يعني عملية. شايفة ان هي حلوة في التقليب يعني. المعالق اللي بنقعد نستعملها مع الطاسات، التيفال، الجرانيت، السيراميك، الكلام ده كله بتبوظ بتجرح الحلل وبتجرح الطاسات، والدنيا بتبقى رخمة بصراحة جدا. ومجرد ما اتجرحت بنفضل شاكين وضميرنا مأنبنا مش عارفين نستعملها. علشان ايه؟ علشان خاطر بيقولوا بتفرز مواد مسرطنة وحشة. ربنا يعافينا يا رب ويعفو عنا.
طيب المعلقة دي حلوة لذيذة وبتلمع كده وشكلها حلو قوي وجميلة، عجبتني ب10 جنيه. فدي لو معلهاش خصم فهي ب10 جنيه، جميلة جدا. انا جبت 4. قلت هشوف بقى لحسن اخرج اجرب المعلقة لا اتكسرت ولا الكلام ده، لان بيبقى فيه كمان اخشب بتبقى ملزقة. هي حلوة، ف4 حلوين. اوكي تمام. طيب احنا شفنا المكيال الكبير ده وقلنا على سعره كان ب1.30 بعد الخصم. في معالق المعيارية. انا بعد ما جبت بقى المعالق المعيارية دي وشفتها وهي سعرها حلو قوي برضو. هنا سعرها 35، هي تقريبا ب1.20 جنيه، ب1.20 او اقل مش عارفة، بس هي في عليها خصم 20% برضو، هي ب35 وعليها خصم 20%. طيب لما بعد ما اشتريتهم وعجبوني شكلهم حلو قوي، استنوا نفك كده الورقة. صعبة مش عارفة افكها. ماشي، عجبوني وكان سعرهم حلو جدا جدا ولذاذ قوي، وكمان علشان نفس الشكل. بعد ما خدتهم وخلصنا ببص هنا لقيت ايه، مش عارفه افك الحاجات دي. لقيت ان هنا نفس المعالق المعياريه، يعني لو واخدين بالكم دي معالق، بس انا برضو بصيت لها اني طب انا همسك ازاي، يعني هاخد الكب بتاع المعيار وامسك بيه من ورا، فحسيت ان هي تبقى مش ظريفه قوي. بس هي نفس هي المقاسات بتاعه المعالق اللي القهوه جت على ايدي، بنفس المعيار بتاعه المعالق دي، نفس المقاسات بنفس المعيار. الكب المعيار بتاعه جواه، يعني المعيار هنا في الكب، وللمعلقة هنا المعيارية محطوط المقاس بتاعها. فمش هتخسر، انا مش هعمل كده بصراحة، يعني انا الموضوع بالنسبة لي ان انا اعمل كده هيبقى مش ظريف، مش ظريف ومش سهل. فالمعالق المعيارية هتبقى ألطف وأسهل في الاستعمال. واحنا قلنا عاملة حاجة و20 تقريبا، لأن مش عارفة الخصم كام، يعني بعد الخصم كام، فهي رخيصة جدا. نقول ده الأول، خلي ده للآخر عشان ده كانت الحاجة القوية والجميلة بصراحة. طقم ده طقم ليه، ده طقم البقوليات زي ما انتم شايفين، لتخزين الحبوب. تمام. الطقم ده انا كنت هجيب طقم كانوا قطعة كبيرة و3 قطع صغيرين وقطعتين من الوسط اللي هم تاني مقاس. فلقيتهم بكام؟ لقيتهم ب210. طيب ده بكام؟ ده ب270. طب ما الفرق مش كتير. فقلت لا، طب انا هجيب الاكبر. المهم لقيت طقم تاني فيه 2 كبار واتنين من المقاس التاني و4 من المقاس الصغير. ايه ده؟ طب هجيبه، لقيته ب270. طب ده ب270 وده ب270، ولقيت حلو جدا وكمان عليه خصم 20%. فبعد كل ده ب216. ده اللي فاكره ثمنه لان انا اوحت قوي عشان اجيبه. ده ب216. 216 دول 12 قطعه، 12 قطعه بالغطيان 24 قطعه. حلو جدا جدا جدا. هوريلكم من جوه بقى الماتيريال بتاعته عامله ازاي. الماتيريال بتاعته حلوه جدا، وده اللي خلاني جبته. تمام، ده اللي خلاني جبته. دي مقاساته، موضوع تقريبا ده المقاس الصغير، وده المقاس الوسط، ايه تاني مقاس يعني، وده المقاس الاكبر، وده المقاس الاكبر. طيب هرجع لكم كده شويه عشان تشوفوه. دول الاربع مقاسات بتوع ايه التخزين، حلوين جدا. الاربعه دول في 3 مرات تاني منها زي ما باين هنا، يعني المقاس ده فيه منه 3، المقاس ده فيه منه 3، المقاس ده فيه منه 3، والمقاس ده فيه منه 3. فمناسب جدا جدا. هتحطي شعرية وعدس ورز ومكرونة
نفس يعني نفس الشكل كده ان شاء الله. يعني لو عندك الحبوب دي كلها هتحطيها، ما عندكيش هتحطي اللي عندك موجود. عندك دقيق، عندك رز، عندك شعريه، هتفضي كل الحاجات اللي عندك. الطقم هيبقى كامل وشيك جدا وجميل، وهيليق على طقم التوابل اللي انا جبته جديد، لان هو نفس اللون ونفس الشكل وتقريبا نفس الماتيريال. طيب تمام، حلو جدا، حلو جدا وعجبني جدا وسعره واو جدا. تمام، نلمه كده زي ما كان موجود، زي ما قلنا الغطيان 12 العلب 12. تمام كده خلصنا. لا لسه في حاجة كمان، طقم سمك. طيب الطقم ده كل الناس واقفة تسأل، ده تقليد ولا ده بجد ولا ده الأصلي ولا ده مضروب ولا ده ايه؟ ناخدها واحدة واحدة. ده الماتيريال بتاعته نفس الكلام، ايطالي ومتجمع في الصين او متصنع في الصين، ده تصنيع صيني بس الخامات ايطالي. طيب ايطالي تمام، حلو جدا جدا. زي ما قلنا احنا بعتنا حياتنا كلها تتصنع في الصين، وبنرجع نجيبها تاني وبندفع ثمنها. اوكي، شكله حلو قوي قوي. يعني لو ينفع نحط الصورة كده على المطبخ. طيب هو شكل كتاب ده زي اللي في مومنتو، في التوربيني، في بونجورنو، كل الناس منزلاه باسعار مختلفه. تقريبا كان ارخص سعر في التوربيني. الاول هوريكم حاجه عشان بس تبقوا معايا. ده باركود بتاع التوربيني، مش عارفه واضح ولا مش واضح. مكتوب كام للي مش واضح؟ 1995 1950 1950. ده تمنه المفروض 1950. طبعا المفروض يعني انتوا عرفتوا ان ده مش تمن اللي انا اشتريته بيه. طيب ده كتاب طبعا عشان هم اجانب فهو من الشمال. الكتاب بتاعه مفتوح من الشمال. احنا بنفتح الكتب بتاعتنا من اليمين. طيب الكلام ده كلام هزار كده علشان يبقى واضح اكتر. يا رب يكون واضح اكتر اكتر اكتر. واضح اكتر ولا مش واضح اكتر؟ كده واضح. خلينا مركزين كده. طيب اهو هو ده الكتاب. نرفع البطرمانات دي شويه. ده كتاب السكاكين سماج اللي قالب الدنيا. هو قالب الدنيا بصراحة انا كنت بقول ليه يعني هو ايه يعني يبقى سكاكين عادي، هنجيب سكاكين. كسعر لا مش عادي، كماتيريال برضو مش عادي. واو بجد بجد، انا لما شفته امبارح انبهرت واتصدمت. سكينة قيمة. طب قيمة تحفة. طب سيبنا ان السكينة تحفة. بصوا عاملة ازاي، جميلة قوي قوي، تقيلة، وزنها حلو، تمام، حامية جدا وانا خايفة اتعور، بس جميلة 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 جميلة. تقديمها شيك قوي بصراحة. يعني الكتاب شكله حلو. صعوبة بقى في التطليع والكلام ده عشان هما امبارح قعدوا يتفرجوا عليه وما كانوش عارفين يدخلوا تاني. دي سكينة السندوتشات، بس عايزة اقول لكم برضو حامية جدا. دي سكينة السندوتشات برضو خامتها حلوة قوي قوي، كلهم خامة واحدة طبعا، بس تقيلة. ومش تقيل يعني، تقيلة وحلوة، تقيلة ولذيذة وعملية. طيب اكتر سكينة انا بحبها دي، من امبارح مش عارفة اطلعها وخايفة امد ايدي اتعور. الحمد لله طلعت. دي اكتر سكينة انا بحبها
وشكل طورت. وكنت نفسي اشتريها، مش ما كانش شرط بصراحة تبقى من الماركة دي او من البراند ده او براند غيره، بس انا حباها لان انا استعملتها قبل كده وعجبتني اوي في الاستعمال. هي حاجة كده آه، شبه السطور بس اقل، اقل في الحجم يعني. عملية عملية جدا، السكينة دي عملية جدا في الخضار، في الاكل، تقطيع في اللحوم. واو لذيذة جدا. السكاكين الصغيرة بحبها، بحب استعملها، بس دي في المطبخ احلى. دي مش تقيلة ومش خفيفة، حلوة في الاستعمال، حلوة. تقدري تستعملي تتحكمي فيها، لذيذة جدا. اوكي اوكي. عندنا برضو واحدة مقاس كبير من المشرشرة، وعندنا المقاس الكبير خالص اللي هو بتاع زمان ده عند ماما منه. ما بحبش السكاكين الكبيرة قوي دي، بس هي حلوة، حلوة واستعمالها هيبقى برضو في المطبخ حلو. يعني التلات مقاسات دول حلوين او ممتازين، والتلات مقاسات دول ممتازين، ممتازين جدا كمان. يعني عايزة اقولك ان الست سكاكين عمليين جدا جدا، سعرهم تحفة التحفة، يعني تحفة تحفة جدا. شكله شيك قوي، يعني انا ده لو خدته هدية، هدية مشرفة فظيعة. جميل جدا جدا جدا. الكتاب، العلبة، الخامة بتاعت السكاكين جميلة جدا جدا. وكده يبقى احنا خلصنا كل المشتريات. وطبعا انا عارفة ان انا لسه ما قلتلكوش ده سعره كام. ده سعره 400 جنيه في التوربين. التوربين النهاردة مش فاتح بعد المهزلة اللي حصلت امبارح، قفل. قفل بقى عشان كتر البهدلة والخساير والتكسير والحاجات اللي كانت مرمية على بعض، وحرفيا 3/4 المحل كان من جوه متدمر. كانت حاجات كتير قوي 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 اتفكت وطلعت واترمت وحاجات بصراحة اقل حاجة هناك، مش يعني مش هنقول مش قيمة، لا هي بالنسبة للقيمة مقابل السعر هي تحفة، هي تحفة جميلة جدا جدا. لذيذة، سعرها حلو، كل حاجة بصراحة بصراحة مش هننكر. الحاجة عليها خصم حلو جدا، الحاجة مش غالية لدرجة ان انا اتخض. انا كنت من قبل ما ادخل انا فاكرة ان الحاجة غالية جدا، بس انا دخلت لقيت الحاجة مش غالية جدا. ناس كتير اوي، حاجات كتير اوي ما اشتريتهاش من كتر ما هي خايفة تكون سعرها واو. ناس كتير سابت حاجات كتير قوي على الارض، منهم صيني وازاز وبطرمانات وحاجات كانت جميلة. بعد ما نزلوا واشتروها وعبوها في باسوكت كتير جدا، رموها، حرف بمعنى كلمة رموها، مش رموها اللي هو سابوها ومشيوا، هما رموها. فبصراحة كانت الدنيا امبارح صعبة قوي. هو قفل النهاردة على ما اعتقد، يعني ده آه اعتقادي انا، انه بيلم المهزلة اللي حصلت، بيروق الدنيا، بيشوف الحاجات اللي كانت مش متسعرة كلها. فمتهيألي هو ما كانش مستعد يفتح، هو فتح غلط، وتقريبا هو اتضر وخسر بسبب ان هو ما كانش مستعد استعداد كامل للفتح. انت عملت شو كبير جدا لفرع اكتوبر، فانت ما تعرفش اكتوبر الناس اللي فيها كتيرة جدا جدا جدا، غير ان هو جاله ناس من الفيوم، جاله ناس من الهرم، جاله ناس من حدائق اكتوبر، جاله ناس من حدائق الهرم، جاله ناس من المنصورة. يعني والناس جاية داخلة واخدة كميات حاجات مهولة. يعني انا كانت ورايا واحدة واخدة صف كبير كده فوق 20 طقم سكاكين. يعني الموضوع اوفر برضو، يعني وجايه من المنصورة ولا جاية مش عارفة من بلد بعيدة. فالموضوع ما كانش كان مش، لا ما كانش في استعداد، ما فيش امن كفاية، ما فيش امن. يعني 3/4 دول ما كانوش هيعملوا حاجة، او اللي كانوا ظاهرين قدامنا الناس اعداد حشود دخلت مكان ما يكفيهمش. انت مش مستعد تفتح ومش بالمنظر ده. انت فتحت الساعة 9 الصبح كسروا لك البيبان، ما كنتش بقى كملت. انت كنت قايل هتفتح اخر النهار. كان المفروض يبقى في نظام اكتر من كده، بوابات في الحواجز دي اللي بتتحط بتعمل توابير، انت كنت حاططها على البيبان علشان الناس تعرف تدخل تشتري. انت حاجتك تبقى في امان، الناس سلامتها تبقى في امان.
تشتري حاجتها وتخرج، والموضوع كان هيبقى جميل ولذيذ وسهل. بس انت صعبتها على نفسك وعلى الناس، ومتهيألي هي غلطة. يا ريت يعني كل اصحاب المحلات اللي بيفكروا يفتحوا يتعلموا منها، لان الهمجية يعني خسائر. الناس كلها كانت قمة في الهمجية. ده ما عجبنيش رميته، ده حسيت ان انا اخدت حاجات كتير والفلوس اللي معايا مش هتكفي رميته. لا لا، كان في حالة من عدم الضمير رهيبة رهيبة. كان في حالة من الاستهتار رهيبة من الناس ومن المحل ومن كل حاجة. الناس استهترت بالبضاعة، اصحاب المحل او العاملين في المحل استهتروا بالناس. فكانت النتيجة خسائر من كل الاتجاهات. الناس اتبهدلت، المنتجات او البضاعة كلها اتبهدلت، حتى لو مش كلها. الناس كانت بتتخانق، كل تركيزها ان هي تكسر تبهدل. اللي كان بيعمل مشكلة كان بيعمل خسائر اكتر من المشكلة اللي عاملها. فكان الموضوع بصراحة مفجع، يعني حاجة تزعل. انا واثقة ان صاحب المحل زعلان جدا ومقهور على الخسائر اللي حصلت. فربنا يعوضه خير، وبإذن الله لما يجي يفتح تاني، اللي انا عرفت ان هو يفتح بكرة هيفتح ان شاء الله. برضو قعد نفس الشو. يتهيألي برضو دي غلطة أكبر. نفس الشو. هعمل العروض جامدة، ومن الساعة 9 الصبح هيبقى فيه ليه من 9 الصبح؟ ده الناس جت كانت بايتة قدام الباب، الناس قاعدة من الفجر. ليه ما خلينا طبيعيين عادي ويبقى فيه نظام. انما اللي حصل ما كانش فيه شيء من النظام. ربنا يستر على مومنتو هيفتح بكرة. ربنا يستر ما يبقاش فيه برضو بهدلة وخساير ونفس القصة، لانه برضو اللي انا عرفته انه عامل عروض حلوة. مومنتو هيفتح بكرة. بونجورنو عامل عروض حلوة جدا برضو. العروض اللي في مومنتو حلوة حلوة حلوة. الاسعار جميلة. توربيني عامل برضو اسعار حلوة جدا، ومش هننكر كلهم الماتيريال عندهم تحفة. قيمة مقابل سعر. برضو مش بنقول هو نفس البراند الاصلي، بس بنقول انه قيمة مقابل سعر. المنتجات حلوة جدا، عملية. انا بالنسبة لي هشتري طقم التوابل ب55 جنيه، علشان انا ممكن اكسره في يومين، فيبقى انا ما زعلتش. انا جايباه ب55 جنيه، انا جايباه ب35 جنيه، انا جايباه ب100 جنيه. بس مش هروح اجيب مثلا طقم براند ب1000 2000 ويتكسر، هزعل. فبالنسبة لنا لا، دي حاجات حلوة جدا، الناس هتفرح قوي. كل الناس هتشتري، هيبقى ما فيش بقى طبقية في الموضوع. ودي ميزة، حاجة جميلة جدا جدا. يعني اي عروسة ظروفها على قدها هتقدر تجيب كل الحاجات دي وتبقى مبسوطة وتفرش شقتها فرش حلو زيها زي اي بنت معاهم فلوس. فيا رب يكون لمت لكم الدنيا والفيديو عجبكم. الحمد لله عدت على خير، الحمد لله. ربنا يستر على اللي جاي. السلام عليكم.